مستر فايز مساء الخير. احمد رمزي معاك، كنت كلمتك امبارح بخصوص العقارات. لسه في ميتنج؟ طب تمام شكرا. حسب البادجت بتاع حضرتك، احنا معانا من راس الحكمه لراس الغرب. بيت ايه اللي ننزله؟ حضرتك هتشتري ولا لا؟ شغل ايه اللي الساعه 8 الصبح؟ ده ناقص يعملوا لنا طابور. يا تبيعه يا هبيعك. ما الوحده جاهزه اهي يا فندم، ايه اللي مش محمسك في الموضوع؟ ليه مصمم تبقى اول صف؟ هو انت لجنه تحكيم؟ حضرتك ده 4 ساعات متضايقين. حضرتك عايزنا نبيع شاليهات في قريه مش جاهز فيها غير البحر. استاذ امينه ممكن تشوف شغلك زي ما بتشوف يا ارسام؟ بينك وبين الدائري 10 دقايق بالطياره. كنت بتكلمني 4 الفجر بس كان في حاجه؟ الفيلا عندي بتطل على مساحات صفراء كتير جدا. انت في نص الساحه. حضرتك طول المكالمه لا 50,000 دول هتلاقي بيهم شبكه. يا فندم انت بقالك 3 ايام بتقول لي جاي في الطريق. يعني حضرتك صرفت نظر. طب واللي انا صرفته اشتريت مع زميلي؟ لا يا فندم مش كلنا واحد والله، التانية المدرسه. عمرو دياب واخد عندي، محمد صلاح واخد عندي، انا ليه ماسك فيك بقى؟ نفسي تبيع يا فندم، ده تالت ميعاد نأجله. هو الحاج عامر حسين معايا؟ هيفرق في ايه مع حضرتك؟ عندي كام سنه؟ يعني لو كبيره هتسمع كلامي عادي؟ انت لو حسبتها بالدولار كلام فارغ. لو جبت حد تاني يتفرج هاخد منك تذاكر. يعني ايه ريل استيت اصلا؟ اقفل اقفل يا طب سلام يا فندم سلام. انت مديني ارقام عملاء محتاجه فلوس. مبروك يا احمد على البيعه، احنا بس هنخصم من الكوميشن بتاعك نسبه الشركه ونسبه الضريبه ونسبه السيرش. بص هات 12 وخد ال 100 مقفول. حضرتك دي سابع مره تقرا العقد، يا اما العقد فيه مشكله يا اما انت ما بتعرفش تقرا. عندنا سيلز بنات يا فندم. هو حضرتك بتدور على وحده ولا واحده؟ يا فندم انا كل ما اكلم عميل يطلع شغال ريل استيت. هو ايه اللي جاي تاخد فكره؟ هو انا مؤلف؟ فندم حضرتك لو ما اشتريتش معايا انا هترفد. اهو يا فندم تعالى اتفرج. وحده. طب اطلع بره، اطلع بره، ما تخش الباب في ايدك لا تبيعه. يلا اتكل على الله. هو حضرتك فين يا فندم؟ انت اللي نازل من التوك توك ده؟ طب ارجع يا فندم. ارجع يا عم.